ولما فصلت العير، فصلت تدل على ان كان شيء ملتصق وانفصل كده. فصلت العير يعني تجاوزت المدينه، طلعت بره بقى، ابتدات في الشارع، سابت المرافق، مسكت الطريق اللي يقول له طلعني من البلد خلينا امسك الايه، امسك الطريق خلاص كده. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف. لولا ان تفندون، تفندون يعني تنسبونني الى الفند وهو التخريف. اني لاجد، ويأكدها، اني لاجد ريح يوسف. ما هو القميص، والقميص بقى بتاع يوسف اللي كان لابسه وفيه ريحته ولا مش فيه ريحته. الان ثبت ان الصور بتاعه المرائي والاصوات اللي يقولها الانسان في اي مكان يخيل لك انها راحت، لكن العلم دلوقتي ابتدى يدعبس بوسائله الحديثه ويجيب الصوره لاي جماعه بعد ما يكونوا قاعدين، بعد ما يقوموا بساعتين ولا بساعه ولا مش عارف ايه، ويقدر يجيب الايه مما يدل على ان الصور لها نضح من الظلال والاشعاع في المكان ما يضيعش الا بعد مده. بس يضيع فين؟ يضيع متوزع في الهواء. هو كان في حته قد كده يبتدي يشع يشع يشع. وكذلك الاصوات، ولذلك بقول لك بيفكروا دلوقتي انهم يجيبوا اصوات الناس اللي ايه، اللي فاتوا. الله، ازاي دلوقتي؟ لكن دي كل حاجه محبوسه في الكون. قال لك ايوه كل حاجه محبوسه في الكون. قال لك والريح برضه كده بالشكل ده. والدليل على ذلك انه يستدل بريح الاشياء اللي بيشمها الكلب على مسار الايه، صاحب البتاع يشم مش عارف ايه، ويشم المخدرات ويروح للحقائب ويعمل كده. الله، كأن الريح له دلاله ولا ملوش دلاله؟ الله. طيب اذا كان الانسان العادي دلوقتي هيبتدي يفكر في مسائل زي يجيب الصوره ويجيب الاصوات والريحه تدل الحيوان على المكان، يبقى نستبعد بقى ان لما فصلت العير. اشمعنى لما فصلت العير؟ ليه يعني القيد ده ليه؟ أم قال لك لانها لما تكون لسه في المدينه ريحه القميص مختلطه بريحات كتيره، المطابخ يا ما بتعمل والمش عارف ايه والمباني بتحوش، انما لما راح للخلق الهبه ماشيه على طول كده. الله، يبقى ايه المانع من انها برضه تكون هي ديا زي ما الكلب هو بيروح ايه يشوف لنا الوصايب دي. يبقى اذا كل شيء في الكون لا يذهب علشان نؤمن بان علينا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اذا كان كل حاجه مسجله في الكون يبقى خلاص كل حاجه مسجله في الكون. اوعى تقول لا ده دي هربت ايه. ولذلك يجيب لك الكتاب يقول له اقراه انت، انا مستأمنك يا شيخ، اقرا كتابك انت، شوف انت مأمون على نعم. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون، يعني تنسبون الى ان انا بخرف. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. برضه هتجيب لنا الكلام اللي ما يتصدقش دي، ما تسيبنا بقى من الحكايه بقى دي يعني مش عارف ايه. في ضلالك يعني مش الضلال اللي انتوا ايه اللي انتوا عارفينه دي، يعني في الجزئيات اللي ملهاش علاقه بالتدين يعني. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. شوفوا بقى، شوفوا انتصارات الحق والنبوة. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ودي ليه بيقولها إدلال؟ لا، علشان يعطي الثقة والتوثيق لأخبار كل نبي. أن ده الواقع أين الكلام اللي أنا إيه قلته. يبقى لما يصلكم خبر من معصوم يبقوا اوعوا تقفوا بعقولكم فيه. ليه؟ لأن العقول بتاخد مدركات الأشياء على قدرها، وفي أشياء فوق مدركات العقول. اللي فوق مدركات العقول دي لما يحدثكم بقى معصوم اوعوا تكذبوه. ولذلك تاخدوها كده نقول أنا فاهمها مش فاهمها، ده موضوع تاني. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا
لكن بقى ايه؟ الذنوب كتير، عملوا حاجات كتيره. إنا كنا ايه؟ مخطئين ولا خاطئين؟ برضو خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. الله، دوكها سيدنا يوسف قال ايه؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، كلام انتهى. انما دي قال سوف، حتى مش سأستغفر لكم، لأن أستغفر لكم يبقى الآن، يبقى بعدها بشوية، سوف يبقى بعدها بمدة أطول. قال سوف. أم قال لك لأن عادة الشبان يستجيبون للعاطفة سريعا، إنما الكبار يراوي في المسألة. قال أنا سوف أستغفر لكم ربي مش دلوقتي. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. والشيخ الألوسي رحمة الله عليه يقول إنما كان ذلك لأن الأخ غير الأب. الأخ مطلوبات البر فيه لأخيه أقل من مطلوبات البر من ابن لأبيه. فالأب يبقى واخد على خاطره أكتر شوية، مش زي الإيه، مش زي الأخ. الأب يبقى إيه؟ ليه؟ لأن الأخ ملوش الحق على أخوه زي ما الولد له الحق على مين؟ على أبيه. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف، الله، ده المسألة اتنقلت على طول كده. يبقى يرجع مرجوعنا بقى، ما هم ده هم في المكان بتاع أبوه، واكنهم بقى لك وتجهزوا وجابوا الاهل وعملوا مش عارف ايه والركب وتنهم رايحين على مين؟ على العزيز. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. أبويه أولا الجد ما كانش موجود، يبقى الأب هو اللي كان موجود، يبقى بيغلبوا دائما جهة الأبوة على جهة الأمومة، وبيجعلوا الخالة لأن الأم ما كانتش موجودة، وبيجعلوا الخالة في مقام المين؟ في مقام الأم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أمال دخلوا عليه إيه؟ ده هم لما دخلوا على يوسف وبعدين آوى إليه أبوه وبعدين قال إيه؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يبقى يبدو على أن دي على عادة الناس في استقبال العظماء، ساعة ما يجي واحد عظيم يعملوا له بتاعة استقبال بره البلد، يقعدوا بقى إيه؟ يعملوا له حته كده بره البلد ويستنوه مش عارف، وبعدين ايه يدخل البلد، ففيه دخولان، دخول عليه في مقر الاستقبال ودخول عليه في مقر الحكم. فلما دخلوا على يوسف، اي الدخول الاول، آوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله ايه آمنين. ورفع ابويه على العرش، ما حبش يتميز عنهم. نعم. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. خروا له سجدا، له دي سجدا له ولا خروا من اجله سجدا؟ من اجل ان ربنا لموا عليهم فخروا لاجل لقائهم به، خروا سجدا لمن يخر سجودا اليه وهو الله. ما شاء الله ما شاء الله. ولذلك لما يجي يقول لك ازاي ادم يسجدوا السجود لله يا اخوان، ما هو اللي قال لهم اسجدوا. هو مين اللي قال لهم اسجدوا؟ من الملائكه. طب هو الله، انت غيران قوي على ربنا اكثر من ربنا. هو قال لهم، هو اللي قال لهم اسجدوا. ولماذا تاخذوا على انهم سجدوا لادم؟ سجدوا لادم من امر من ادم ولا سجدوا لادم بامر من رب ادم؟ طب وليه قال لك طين وشويه طين وعملت فيه كده الحكايه دي؟ لازم ايه؟ ساعة ما تشوفوه اسجدوا سجودا ايه؟ خاصا به شكرا لله الذي ايه؟ خلقه هذا الخلق. وقول الحق آوى إليه أبويه يدل على حرارة اللقاء لمغتربين، مغتربين بينهم وبين بعض حنان انهم يشوف هذا بده يشوف ابوه وده بده يشوف ابنه. وانفعالات اللقاء عادة تترك لعواطف البشر، ملهاش تقنين. ما تقولش ساعة ما تقابل فلان اعمل له كذا،
إنما هو انفعال خاص توحي إليه مزيجات مختلفة من الود ومن المحبة ومن الاحترام ومن كذا ومن كذا. فواحد تلقاه وتكتفي بهكذا، وواحد تلقاه ولا تكتفي إلا بأن تسلم عليه، وواحد تلقاه بأن تحتضنه، وواحد تلقاه بأن تحتضنه وتقبله، وواحد تلقاه وتحتضنه وتقبله وتقول له ما شئت من الألفاظ. إذا فانفعالات اللقاء انفعالات لا تقنين لها. وإذا ما كان قد حدث إن أشياء تحدث، واحد يقوم لواحد، واحد يصافح واحد، واحد يقبل واحد، دي مسألة ملهاش تقنين عبادة يعني، إنما دي تقنين عادة، تقنين لقائي ملوش مصلحة. بدليل أن يوسف آوى إليه أبويه خافوا في حضن، خلاص يبقى كويس. مثلا في المصافحة يجي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يستعرض الجيش عشان كل واحد يبقى زي ما احنا بنعمل دلوقتي كده. فوجد واحد خارج عن الصف شوية كده، فمسك بالبتاع كده وزقه كده شوية عشان ايه؟ يدخل في الصف. فالراجل انتهز الفرصة قال له أوجعتني يا رسول الله. يعني هو كده عملوا كده، قال له أوجعتني يا رسول الله. فرسول الله كشف عن المكان اللي هو زي مكانه، قال له اقتد لنفسك يا أخي. فراح مقبل بطنه بس، وقال له أنا والله أدخلت الحرب وأنا أبقى شهيد، فأحببت أن يكون آخر ما أمس جسدك. أباح له هذه المسألة، مش أباح له إنه ده أباح له يقبله من هنا. المسألة ما هيش يعني عايزة الوقفة بقى والحنبلية اللي بتنعمل. وكذلك هيجي وخروا له سجدا، يقعدوا يعملوا ضجه بقى، وازاي يخروا سجد والسجود وكل اللي احنا اللي بنقول وربنا اللي حكى. طب ربنا حكاها وقال انها حصلت، اجرمهم بها؟ ما جرمهمش ولا قال حاجه. ايه الحمقى بتاعتكم انتوا دي؟ زي ما قالوا همت بها، وازاي هم ربنا قالها ولا ما قالهاش؟ فسروا الهم كما تحبون وقاله الله ولم يجرم به يوسف. يبقى انتوا دخلكم ايه بقى في الحكايه دي بقى؟ شيء العجيب والله العظيم، تدخلوا في المسائل كده دخول. ثم الاشياء التي تفعل من الادنى للاعلى ان قصد بها التعب العباده هي دي تبقى حرام. انما شيء اصنعه لك وقد تصنعه لي، وقفت لك وانت هتقف لي بكره، عملت لك كده وانت هتعمل لي كده بكره. ما يمكنش ده العباده ان يعمل العابد شيئا والمعبود ما يقابلوش بمثله. انما انت هتعمل له وانا هعمل لك، تبقى المساله دخلت من العباده فين؟ يبقى لازم نفطن الى ان هذه المساله يجب ان تحرر تحرير يمنع التنطع في كثير من الاشياء اللي بتعمل فجوات بلا مبرر. اذا كانوا يقولوا وازاي يسجدوا لادم؟ يا شيخ ده اللي خلقهم وقال لهم اسجدوا، وانت مالك انت غيران على ربنا اكتر منه؟ قال لا، هم سجدوا كده من ورا ربنا وبعدين ربنا بس صهين عليهم، ده هو اللي قال لهم اسجدوا. ايش انت مالك انت ومن الحكايه دي؟ ورفع ابويه على العرش اللي هو مكان سرير الملك، وما حبش يكون هو قاعد، لان ما دام ملك هو يبقى له مكان، وما لا يقعدوا في المكان اللي هو هيقعد فيه. وخروا له سجدا. وبعد ذلك شوف بقى اللقاء بقى، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا تأويل رؤياي، دي أول لقطة في القصة، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال له القصة بقى أول لقطة، يبقى ذكره بأول وقال له ادي تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكلمة جعلها ربي حقا قال لك لأن دي رؤى من الأنبياء تبقى كأنها واقع. الله، طب سيدنا إبراهيم مش شاف في الرؤيا أنه يذبح ولده؟ طب وهل الرؤيا يتعلق بها حكم شرعي؟ قال لك لا يتعلق بها حكم شرعي لك أنت، إنما يتعلق بها حكم شرعي للأنبياء، لأن الشيطان مش هيجي لهم ويقعد يخيل لهم، إنما أنت من الممكن يجي لك. ولذلك بمجرد قال له إني أرى في المنام أني أذبحك، أنا علشان ينفذ الأمر برؤية وبده يعظم ابتلاءات إبراهيم، وإن إبراهيم كان حريص في إنه كل ما يوجه إلى حكم ينفذه
بدقة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، برؤية. وبرؤية يعمل إيه؟ يذبح هو ابنه، مش برؤية وإن ابنه هيموت منه، قال له الولد هيموت ويصبر، أو واحد تاني يموته، هذه مرحلة تانية. لا، قال له ده أنت اللي تموته بإيدك. طب شوف الابتلاء ده، هو برؤية. يبقى ده حريص على أن ينفذ ولا مش حريص على أن إيه؟ يبقى رؤيا الانبياء حق. ولذلك واحد يشوف لك يقول لك يشوف رؤيا، يقول لك ده انا شفت رؤيا كذا وقالوا لي اعمل كذا، والله يا سيدي الرؤيا ما تعلقش بها حكم شرعي الا للايه؟ للانبياء. فان كان امرك بشيء يخالف منهجا اوعى تسمع الكلام الايه؟ اوعى تسمع الكلام الفاضي ده. وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني واقع، يعني صار الواقع كما رأيت. وقد أحسن بي، برضو لقطة تانية من القصة بس لقطة قفز. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما مشيش ليه مسلسل وقد أحسن بي حينما نجاني من إخوتي وطلعت من الجب وطلعت، ساب دي خالص. ليه؟ أم قال لك لا، ده قال لأن ده قد يكون فيه تعكير لصفو اللقاء بين أبيه وبين إخوته وبينه، ما جابش سيرة راح معديها كده. وقد أحسن. وليه؟ أم قال لك لأن بعد خروجه من الجب كانت ابتلاءات، بقى عبد وجات له نكبة امرأة العزيز وراح السجن، لكن لما خرج من السجن النعمة ظهر فيها في انه طلع بقى ملك وبقى مش عارف ايه وبقى يفديك، يبقى عدها لايه؟ القفز في القصة. يقول لك القصة مش ماشية منسجمة بعضها، يقول له لا، هي منسجمة للموقف. في فرق بين سلسلات التاريخ كتاريخ وبين سلسلات التاريخ كمناسبات لإلقاء التاريخ. المناسبة اللي هنا النهاردة دي انهم صفوا قاعدين والاب والاخوة مجتمعين وبتاع ما يجي، وخصوصا انه قال قبل كده لا تسريب عليكم. يبقى لا تسريب عليكم، يبقى ما نجيبش سيرة الايه؟ قال لك طب وتمر كده، قال لك يمكن يمسها مس بلطف قوي، زي ما قال ايه؟ هل علمتم، بيسألهم هم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، وانتم كنت لسه يعني كده في شويه يعني بيديهم عذر ولا بيديهمش عذر، يمكن يمسهم. قال يا ابت هذا يعني ما حدث تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هذه أول إحسان، وده إحسان لذاته. ثم لم ينسى الإحسان إلى الغير، وجاء بكم من البدو، بعد ما كنتوا عايشين في البدو. وايه يعني وجاءكم من البدو؟ في ضمن الاحسان اولا كلمه احسن مره تتعدى باحسن اليه واحسن به. وقد احسن بي، واحسن كما احسن الله بك ولا اليك. يبقى في مره احسان اليك ومره احسان بك. الاحسان اليك ان يتعلق الاحسان بذاتك بحيث لا يتعداك، انما الاحسان بسببك يتعلق بكل ما يتصل بك. وهنا احسن بي، خدني طلعني عملني ملك وجاب بكم من الايه؟ يبقى الاحسان هنا متعدي ولا لا؟ الاحسان متعدي الى مين؟ يبقى احسان اليه ام احسان به؟ احسان به. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يبقى عمل الاحسان قسمين، قسم لذاته وقسم لمين؟ للغير. تجدوا هنا طب ما دام له وللغير ما كان يقول اليه، قام قال لك ما هي به تبقى فيه احسان اليه. اذا كان بيكرم من اجله يبقى مش احسان اليه برضه، يبقى احسان اليه. هنا وجاء بكم من البدو اعتبرت من الحسنات. قال لك ليه؟ لان احنا كما نعرف البدو قوم يعيشون على الفطره، وقوم يعيشون على الانعزالات الاسريه، لا يضمهم مجتمع، وقوم لا توطن لهم في مكان، مش بانيين بقى وقاعدين كده ومستقرين والمرافق الجاهزه والمش عارف الايه والبتاع، لا، ده يتتبعون ارزاقهم من منابت الكلى ومساقط المياه. شويه فيها كلى خضره كده يروحوا واخدين الرحال ايه؟
بتاعتهم وبيوتهم على ظهر الجمال ويتنوهم رايحين لحد ما يخلصوا شويه الخضره دي، يبعتوا بقى الرواد يشوفوا حته فيها خضره تانية ينتقلوا تانية. طب هيتوطنوا ازاي دول؟ هيبنوا ليه؟ ازاي؟ ما تنفعش. وبعد ذلك يعيشون على الايه؟ على كل ما هو فطري، ما فيش تنعمات الحضاره. ليه؟ لان فيه بدو وفيه حضر. البدو المتبدل يتملي ظاهر رايح هنا رايح هنا، انما الحضر ان يحضر اليك كل شيء وانت في المدينه، كل حاجه تلاقيها، تطلع تلاقي اللي جايبين لك كل الخير حطه. انما في البدو انت تذهب الى الخير، لازم تروح له انت. انما في الحضر خيرك من يجلب اليك ويتحطوا ناس قاعدين يستوردوا من هنا ويجيبوا من هنا ويجيبوا من هنا، تصبح انت تلاقي السوبر ماركت فيه كل الايه؟ كل الطلبات. وبعد ذلك استقرار في الحياه، في المعيشه، في السكن، في اللبس، في كل حاجه. يبقى ده اسمه ايه؟ الحضر. ولذلك شوقي رحمه الله عليه حب يدينا الصوره دي، اللقطه دي، عشان يديني فرق بين البدو وبين الايه؟ وبين الحضر. فصنع مناظره بين واحده تتعصب للبدو وواحده تتعصب للايه؟ للحضر. كويس كده. ابن زريح لما راح يزور الجماعه في الحي وفي الخباء بتاعهم، فواحده قامت قالت هند، قالت له سئمنا من البيد يا ابن زريح، احنا يعني ايه قرفنا من البدو دي، ومن هذه العيشه الجافيه، ومن حالب الشاة في موضع، ومن موقد النار في ناحيه. يعني تشوف المناظر هي ايه؟ واحد عمال بيحلب الشاة بتاعته وواحد عمال بيولع عليه. مغنيكم معبد والغريض، كانوا مغنيين مشهورين زي محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وبتاع. وقينتنا الضبع العاويه، واحنا نسمع الضبع بينعر والكلب الزئير واللي مش عارف ايه. يبقى ايه؟ سئمنا من البيد يا ابن زريح، ومن هذه العيشه الجافيه، ومن حالب الشاة في موضع، ومن موقد النار في ناحيه. مغنيكم معبد والغريض، وقينتنا اللي بيغنوا لنا الضبع العاويه، وهم ياكلون فنون الطهاء. الطهاء قاعدين يلونهم بقى في الايه؟ في الاكل. واحنا غلابه وناكل ما طهت الماشيه. ايه اللي طهته الماشيه؟ اللبن. واللبن ده يسموه طهي الماشيه. ما بتعملش انت بحاجه، بتمسك البتاع كده وتاكل، لكنها هي اللي طهته. مغنيكم معبد والغريض، وقينتنا الضبع العاويه، وهم ياكلون فنون الطهاء وناكل ما طهت الماشيه. دي صوره تصور حياه مين؟ حياه البدو. ليلى متعصبه للبدو، قالت له قد اعتسفت هند يا ابن زريح. اعتسفت يعني ظلمت، وكانت على مهدها اي على وطنها قاسيه، فما البيد الا ديار الكرام، ومنزله الزمم الوافيه، لها قبله الشمس عند البزوغ، وللحضر القبله الثانيه. شوف جابت الميزات. ونحن الرياحين ملء الفضاء، ريحانه مزروعه في ايه؟ في فضاء واسع. وهن الرياحين في آنية، في الشالي محطوطه في البلكونه. ونحن الرياحين ملء الايه؟ الفضاء، وهن الرياحين في ايه؟ في آنية. وبعدين جابت الحته الدقيقه بتاعت القيم دي، ماديات كلها. ويقتلنا العشق. البدويه يقتلها مين؟ ومعنى يقتلها العشق انها تعشق وتحب، انما لا تنال ممن تعشق شيئا فتنسل وتموت. ويقتلنا العشق، والحاضرات بتوع الحضر يقمن من العشق في عافيه، صحتها تيجي على الحب. ادي تبقى حسنه يعني. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. هتعيشوا بقى في مصر، بقى مصر ذات الحضاره الواسعه اللي هتلاقوا فيها كل مش عارف شيء وكل حاجه. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. الحته اللقطه بقى علشان يضخم النعمه اللي هم موجودين فيه، يعمل مقارنه بس بين ما هم فيه الان وبين ما كانوا بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. برضه ودها لمين؟ ودها للشيطان. بعد ان نزغ الشيطان، يبقى مس القضيه ولا ما مسهاش؟ انما مس ايه؟ مس لطيف. ونسبوا لمين؟ ومع عمليه نزغ بس، مش يعني استقرار على سوء، لا. وكلمه نزغ، انت عارف لما نيجي نقول فلان نخس فلان،
ايه نزغ دي يعني ايه؟ نزغ، نسغ، وسوس، طاف عليه يعني. ودي مأخوذة من مروض الخيل لما يجي ينغزها كده بالمهماز عشان ايه؟ تسرع شويه، مش بيطعن، لأن النغز بس تنبيه للهمة، إنما الطعن إيلام للنفس، ولذلك يمسك البتاع كده واحنا غزها كده تقوم ايه؟ تقوم ايه؟ تجري. فكأن نزغ الشيطان دي حاجة كده يعني. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ان نزغ الشيطان ده حاجه يعني انت تقدر تتنبأ اليها بالدفع. ستقول له اما ينزغنك من الشيطان نزغ ايه؟ استعذ بالله، قول على طول بفزع كده اعوذ بالله من الشيطان، عشان تعرف انه ايه؟ انه شيطان، وانت منبه ان الشيطان عدو، تبقى تشحذ نفسك في انك انت تعمل حصانه من ايه؟ ان الذين اذا مسهم طائف من الشيطان ايه؟ تذكروا فاذا هم ايه؟ مبصرون. تذكروا ايه؟ تذكروا ان الشيطان لهم عدو وعذبوهم وعمل كذا وعمل كذا وربنا حذرني منه وجاي علشان يفسد عليه، يقوم لما يتذكر تشحن المناعه ضده وتنتهي المساله. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. لطيف لما يشاء يعني اللي يعوزه يعمله. لطيف هو ايه؟ هو المدبر، تدبير ما يخفاش عليه خافيه ابدا. يبقى كلمه لطف ضد كثافه، في كثافه وفي ايه؟ في لطافه. الكثافه يبقى له جرم قدامك واسع كده، اللطافه يبقى له ايه؟ له جرم انما ايه؟ دقيق قوي. واحنا كنا ضربنا مثل زمان انك اذا مررت بانسان يبني بيتا في خلاء، وبعدين شفت البيت عجبك كده وقلت له يا شيخ انت ينقصك ان النوافذ اللي في الدور الاول تعمل لها حديد، لان ده هنا ذئاب وهنا مش عارف كذا وكلاب وبتاع ويمكن ينفذوا هنا. يقول له نعمل حديد ما فيش مانع. يبقى يعمل حديد عشان يعمل ايه؟ يحوش الذئاب والكلاب والحاجات اللي لها جرم كبير كده. جه واحد تاني قال له يا اخي الحديد ده هنا تعابين وبتاع حاجات دقيقه قوي، نقوم نضيق الايه؟ نضيق الحديد. واحد تاني يمر يقول له يا شيخ ده في ذباب هنا لما بيجي بتبقى شرب ايه؟ نقوم نعمل سلك بس واسع شويه. يقولوا ده فيها مش كمان زوايا ونجيب سلك ضيق شويه. الله، اذا العدو كلما كان لطيفا يعني دقيق وكلما لطف عنف. ليه؟ لان ما فيش مداخل ايه؟ تعوقه. اللي ملوش مداخل تعوقه ده هو اللطيف. او ربنا ما فيش مدخل يعوقه ابدا، ما فيش مدخل. يا سلام لما يعوز خلاص هي كده. الله، طب لما ما دام ما فيش مداخل تعوقه يبقى اذا ما فيش تدار عليه حاجه. قام قال لك ايه؟ ما يكون ما فيش مداخل تعوقه انما مش عارف مكان الشيء يبقى هو لطيف بس مش خبير. يبقى عايزين لطف وعايزين ايه؟ خبره عشان نعرف انه في الحته الفلانيه هو جامع بين الايه؟ بين الاثنين، اللطف والايه؟ والخبره. لطف بحيث لا يفتر عنه شيء ولا يقوم امام مراده ايه؟ شيء، وخبير بمواضع الاشياء. يبقى لطيف وايه؟ خبير. ولذلك الايه الثانيه يقول لك ايه؟ لا تدركه الابصار. ليه ما تدركوش الابصار؟ لان الابصار لا تدرك الا ما له كثافه. له كثافه كده ايه؟ يجي يكسر الشعاع يجي على عينك، انما الشيء اللي ملوش كثافه ما تقدرش تدركه. احنا بندرك الميكروبات، ما نقدرش ندرك الميكروبات لان كثافتها ايه؟ دقيقه قوي، عيني ما توصلش ليه. انما هي لها وجود ولا ملهاش وجود؟ وبتدخل تنفذ ولا ما تنفذش. الله، اذا لا تدركه الابصار وهو يدرك الايه؟ الابصار. وبعدين شوف العلتين بقى، وهو اللطيف الخبير. اللطيف يدرك خلاص كويس كده، ولا يدرك يبقى ايه؟ يبقى فيه وصفين ولا لا؟ لطيف دقيق جدا بحيث لا تدركه الابصار، انما هو يدرك الابصار لان الخبره بتاعته واسعه. يبقى عايزين الاثنين، يبقى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. تسجيل الايات موافق للايه؟ يعني اخر الايه موافق للايه؟ للعجب. ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. في واحد يبقى عنده ايه؟ لطف
ما فيش حاجه تحوشه، وعنده خبره وعارف الاماكن، انما يتهجم على المسائل لا لا، بحكمه، مش الصفات دي ادت له كده، ده بايه؟ بحكمه.